السلام عليكم ومرحبا بكم. فكروا معايا في اللحظات اللي كتكونوا كتشاهدوا شي فيديو وفجأة الصوت ما كيكونش واضح او فيه تشويش. غالبا كتمشيو تقلبوا على فيديو اخر. هادشي كيقدر يقتل اي محتوى واخا يكون زوين بزاف من ناحية الفكرة او الصورة، حيت الصوت هو اللي كيحافظ على انتباه المشاهد. الصوت هو الروح الحقيقية ديال الفيديو، هو اللي كيوصل الاحساس والمعنى، وبلا بيه حتى احسن الافكار كتقدر تضيع. ولكن الخبر السار هو أنه ماشي ضروري تكون خبير في الصوتيات باش توصل لنتيجة احترافية. الذكاء الاصطناعي جا باش يسهل عليك كل شيء. الذكاء الاصطناعي جا باش يغير قواعد اللعبة في عالم صناعة المحتوى، وكيعطيك القدرة باش تصاوب محتوى صوتي بجودة عالية وواضح بزاف. هاد التكنولوجيا كتمكنك تحول النصوص المكتوبة لصوت طبيعي كأنه مسجل في استوديو احترافي. وباش الفيديو ديالك يجي مزيان والصوت يكون نقي ومفهوم، كاين العديد ديال ادوات الذكاء الاصطناعي اللي كيعاونوك. هاد الادوات كيسهلوا لك الخدمه بلا ما تحتاج خبره كبيره، واليوم غادي نهضروا على جوج ديال هاد الادوات. من بين احسن هاد الادوات واكثرها فعاليه كنلقاو 11 لابس وميرف اي اي. هادو هما الجواهر الحقيقيه اللي غتغير طريقه عملك في صناعه المحتوى الصوتي، وغادي تخليك تنتج اعمال بجوده عاليه جدا وباقل مجهود ووقت. 11 لابس معروف عالميا بصوته الطبيعي بزاف، لدرجة انك كتحس بحال شي واحد كيهضر معك بالصح، ماشي صوت آلي. هادشي كيرجع للموديلات المتقدمة ديالهم بحال 11 في 3 الفا اللي كتعطي عمق عاطفي كبير. هو مثالي للفيديوهات الطويلة، القصص، الكتب الصوتية، وحتى الدبلجة بأكثر من 29 لغة. باش تبدا الرحلة ديالك مع 11 لابس وتستافد من التكنولوجيا الرائعة، كل ما عليك هو تزور الموقع الرسمي ديالهم 11labs.io. عملية التسجيل سهلة بزاف وما كتاخدش منك وقت طويل. تقدر تسجل عن طريق الايميل ديالك او حساباتك. من بعد ما كتسجل الدخول غادي تلقى واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. هنا فين كتدخل النص ديالك اللي بغيتي تحوله لصوت، سواء كان بالدارجة المغربية او باللغة العربية الفصحى. النظام ديالهم ذكي وكيتعامل مع اللغات ببراعة فائقة، وكيفهم السياق باش يعطي صوت طبيعي ومعبر. الخطوة الموالية هي اختيار الصوت الطبيعي اللي كيعجبك وكيناسب المحتوى ديالك. 11 لابس كيوفر لك مكتبة غنية من الأصوات، فيها بزاف ديال الخيارات اللي كتحاكي أصوات بشرية حقيقية ديال رجال ونساء وبأعمار ولهجات مختلفة، وتقدر تجرب كل صوت حتى تلقى الصوت المثالي. من بعد ما كتختار الصوت المناسب، كل ما عليك هو الضغط على زر توليد أو جينيريت. في ثواني قليلة جدا غادي يكون عندك ملف صوتي احترافي بجودة عالية جاهز باش تستعمله مباشرة في الفيديوهات ديالك. هاد الأداة كتعطيك إحساس بحال شي صديق كيهضر معك، صوت طبيعي ومعبر لدرجة أنك كتنسى أنه صوت مولد بالذكاء الاصطناعي. جربها بنفسك وشوف الفرق الكبير في جودة المحتوى ديالك. حتى شخصيات عالمية بحال ماتيو ماكونهي ومايكل كين استعملوا هاد التكنولوجيا. 11 لابس مثالي بشكل خاص للفيديوهات الطويلة، القصص السردية، الكتب الصوتية، وأي محتوى كيحتاج صوت مستمر ومعبر. بفضل تقنياته المتقدمة كيقدر يحافظ على نفس النبرة والإحساس طوال مدة التسجيل، وهذا كيعطي احترافية كبيرة. مع هاد النوع ديال الأدوات ما تبقاش محتاج تعاود تسجيل مرات كتيرة ولا تقلق من جودة الصوت. 11 لابس كيعاونك تنتج صوت واضح واحترافي، وكيخليك تركز على الإبداع ديالك بلا صداع. المهم هو كتستغل التكنولوجيا باش ترتاح وتطور المحتوى ديالك. دابا ندوزو للأداة الثانية القوية وهي ميرف اي اي. هاد الأداة كتميز بأنها عندها بزاف ديال الأصوات واللهجات المختلفة، أكثر من 200 صوت في 35 لغة و10 لهجات. هادشي كيخليها سهلة في الاستعمال ومناسبة لأي نوع ديال الفيديوهات. باش تبدا مع ميرف اي اي وتستافد من المميزات ديالو، زور الموقع الرسمي ديالهم mirf.ai. الواجهة ديالهم مصممة بطريقة بسيطة وواضحة جدا، وهذا كيخليها سهلة الاستخدام حتى للمبتدئين. من بعد التسجيل غادي تقدر تختار من بين مئات الأصوات واللهجات اللي كيقدموها واللي كتناسب المحتوى ديالك. ميرف اي اي كيوفر لك خيارات متعددة من أصوات رجال ونساء بأعمار ولهجات متنوعة، كما أنه كيوفر ميزات متقدمة بحال استنساخ الصوت voice cloning والدبلجة لأكثر من 20 لغة. مجرد ما كتختار الصوت المناسب كتدخل النص ديالك في الخانة المخصصة، وميرف اي اي غيحولوا لك لصوت احترافي بجودة عالية في وقت قياسي بفضل تقنية فالكون تي تي اس ديالهم اللي كتوفر سرعة فائقة في التوليد. هادشي ساهل بحال شرب الماء،
ما كيحتاجش لخبرة تقنية معقدة، وهذا كيخليه مثالي للمبتدئين وحتى المحترفين اللي باغيين السرعة والكفاءة. ميرف اي اي كيتكامل مع ادوات معروفة بحال كانفا، جوجل سلايدز وادوب. الفيديوهات ديالك كتستاهل صوت احترافي ومقنع، وميرف اي اي كيعطيك المفتاح الذهبي باش توصل لهاد الجودة العالية دابا وبكل سهولة. هاد الأداة كتمكنك من إنشاء صوتيات احترافية أسرع ب10 مرات، وكتخفض تكاليف الإنتاج بنسبة 70%. وبلا ما تنسى أنك تقدر تستعمل النسخة المجانية ديال هاد الأدوات باش تجربها. بصح كاين حدود واضحة لهاد النسخ المجانية، مثلا عدد دقائق قليل بحال 10 دقائق في ميرف اي اي، والحقوق التجارية غالبا ما كتكونش مضمونة. يعني إلا كنتي ناوي تربح من الفيديوهات ديالك أو تستعملها في مشاريع تجارية، فمن الضروري جدا أنك تفكر في الاشتراك في البريميوم بلان أو النسخة المدفوعة. هاد النسخ كتوفر لك عدد أكبر من الدقائق وحقوق تجارية كاملة وميزات إضافية. النسخ المجانية ديال هاد الأدوات رائعة جدا للتجربة والتعلم، وكتعطيك فكرة واضحة على الإمكانيات ديالها. ولكن للعمل الاحترافي الجاد ولتحقيق الربح، الاستثمار في النسخة المدفوعة كيولي ضروري. هذا الاستثمار كيعطيك الحرية الكاملة في الإبداع والاستفادة من جميع الميزات. دمج الصوت اللي كتولد بالذكاء الاصطناعي في برامج المونتاج ديالك، سواء كنت كتستعمل أدوب بريمير برو، دافينشي ريزولف أو أي برنامج آخر، سهل بزاف وما كيحتاج لخبرة كبيرة. العملية كلها كتتم في خطوات بسيطة. كل ما عليك هو تحميل الملف الصوتي اللي ولدته من 11 لابز أو ميرف اي اي، ومن بعد كتضيفه للمشروع ديالك في برنامج المونتاج. الخطوة الموالية هي تعديل التوقيت سينكينج باش يتوافق الصوت مزيان مع الفيديو أو الصور اللي عندك. الأهم في هذه العملية هو أنك تحافظ على التدفق الطبيعي ديال الفيديو، وتخلي الصوت يكمل الصورة ويزيد من قيمتها، ماشي ينافسها أو يشتت الانتباه. الصوت الجيد هو اللي كيدمج بسلاسة مع المشاهد وكيعطي إحساس بالاحترافية والانسجام التام. هادشي كيسهل عليك بزاف الخدمة وكيخليك توفر مجهود كبير. الصوت كيبقى طبيعي واضح واحترافي بلا ما تحتاج تسجل كل مرة بنفسك أو تعود تسجيل بسبب الأخطاء. هادشي كيعطيك الحرية تركز على جوانب أخرى من الإبداع. وباش نختموا هاد الجولة في عالم الذكاء الاصطناعي لصناعة المحتوى، كاين واحد الأداة زوينة بزاف ومبتكرة سميتها هيجن. هاد الأداة كتقدر دير بها افاتار خاص بك، يعني شخصية افتراضية، وتضيف ليها صوت مستنسخ كلوند فويس ديالك، أو تختار واحد من الأصوات البروفيشنال مباشرة. والصراحة السر وراء جودة الأصوات الواقعية والطبيعية في هيجن هو أنها كتستعمل التكنولوجيا المتقدمة ديال 11 لابس في الخلفية. هاد التكامل كيضمن لك أن الصوت اللي غادي تستعمله مع الأفاتار ديالك غادي يكون بجودة عالية جدا وكيحاكي الصوت البشري. هادشي كيخلي الخدمة أسهل بزاف وكيخليك تنتج فيديوهات احترافية بسرعة كبيرة. أبقى عليك غير تولد الصوت بالذكاء الاصطناعي بلا ما تعود الصوت ولا تقلق من الجودة. الصوت يبقى طبيعي واضح واحترافي. دابا بعد ما شفنا هاد الأدوات الرائعة، عرفتي كيفاش الذكاء الاصطناعي يقدر يغير طريقة صناعة المحتوى ديالك بشكل جذري، من مشاكل الصوت الرديء إلى جودة احترافية. كل شيء أصبح ممكن. الصوت الواضح والاحترافي اللي كان في السابق حلم بعيد وكيحتاج لمعدات غالية وخبرة كبيرة ما بقاش كذلك، بل أصبح في متناولك، تقدر توصل ليه بكل سهولة وبأقل تكلفة. هادشي كيعني أن أي واحد عنده فكرة يقدر يحولها لمحتوى صوتي احترافي. ما تضيعش الوقت، ابدأ اليوم في تطبيق هذه النصائح وحول أفكارك الإبداعية إلى واقع مسموع ومرئي بجودة عالية جدا. خلي صوتك يوصل للجمهور بوضوح واحترافية، وكون جزء من الثورة الرقمية في صناعة المحتوى. استغل هذه الأدوات القوية والفعالة اللي تعرفنا عليها اليوم، 11 لابز وميرف اي اي وهيجن، وخلي صوتك يوصل للعالم بوضوح تام واحترافية لا مثيل لها. هادشي غادي يفتح لك أبواب جديدة للنجاح والتأثير في جمهور واسع. شكرا جزيلا للمشاهدة ديالكم وللمتابعة ديالكم لهذا الشرح المفصل. نتمنى من كل قلبي أنكم تكونوا استفدتوا من المعلومات والنصائح اللي قدمناها لكم اليوم، وأنها تكون مفتاح لكم باش تطوروا المحتوى ديالكم.